أنا اسمي ليلى وعندي 40 سنة، وأنا مطلقة من حوالي 7 سنين. ولما اتطلقت من جوزي كنت قاعدة في حالة نفسية وحشة جدا، لأن جوزي كان خلاص قرر يتجوز واحدة تانية أصغر مني، وما عنديش أي ولاد، ربنا ما رزقنيش بأطفال. فكان الموضوع صعب عليا جدا، لأني حسيت إني فشلت في حياتي كلها. وبعد الطلاق اتفقنا إن هو يديلي الشقة اللي كنا عايشين فيها وأنا أقعد فيها لوحدي، وكمان ادالي فلوس كتير قوي كنوع من التعويض، يمكن عشان كان حاسس بالذنب تجاهي. فأنا خلاص قررت إن أبدأ حياتي من جديد، وفتحت مشروع صغير وهو محل إكسسوارات وهدوم حريمي. وبفضل ربنا المحل كان ماشي كويس جدا، وبقيت عندي دخل كويس والحمد لله مرتاحة ماديا. بس طبعا من الناحية العاطفية كنت تعبانة جدا، لأني قاعدة لوحدي في البيت، وكل يوم نفس الروتين، من البيت للمحل ومن المحل للبيت، وما عنديش أي حد في حياتي، وكل صحباتي اتجوزوا بقى عندهم عيال ومشغولين في حياتهم وأنا قاعدة لوحدي. ومن كتر ما أنا كنت قاعدة لوحدي بقيت بحس إني محتاجة الراجل في حياتي، محتاجة حد يكون جنبي ويحسسني إني ست، ومش عايزة أكمل حياتي كلها لوحدي كده. الشقة اللي أنا قاعدة فيها كانت شقة كبيرة شوية، فيها 3 أوض وصالة، وكنت قاعدة فيها لوحدي، وكل حاجة فيها بتفكرني بجوزي وبالحياة اللي كانت بينا، وده كان بيتعبني نفسيا جدا. فقررت إني أغير في الشقة وأعمل ديكور جديد وأشيل كل الحاجات القديمة اللي بتفكرني بيه. وفعلا عملت كده، وبقت الشقة شكلها حلو وجديد ومريح، وحسيت إني بدأت صفحة جديدة في حياتي. المحل بتاعي كان في منطقة حيوية جدا، وكان بيجي عليه زباين كتير، والحمد لله الشغل كان كويس. بس أنا كنت محتاجة حد يساعدني، لأن الشغل كان كتير عليا لوحدي، وكنت بتعب جدا من كتر الوقوف والشغل المتواصل. فقررت إن أجيب حد يشتغل معايا يساعدني في البيع والترتيب والحسابات وكده. المهم من فترة كده جالي شاب عشان يشتغل معايا في المحل، كان محتاج شغل، وكان باين عليه كده إنه شاب محترم ومؤدب جدا، اسمه كريم، وكان عنده حوالي 27 سنة، وكان لسه خلص كلية تجارة وعايز يشتغل أي حاجة عشان يصرف على نفسه وعلى أهله، لأن والده متوفي من زمان ووالدته مريضة. فهو كان شايل مسؤولية البيت كله، وعنده إخوات صغيرين لسه في المدارس، فكان محتاج الشغل جدا. أنا أول لما شفته حسيت إنه شاب كويس جدا، وباين عليه الاحترام والتربية والأدب، وكان لبسه محترم ونضيف، وطريقة كلامه مؤدبة جدا، وما كانش زي الشباب بتوع دلوقتي اللي بيتكلموا بوقاحة أو بيكونوا مستهترين. لا، ده كان مختلف تماما. فوافقت أشغله معايا في المحل، وفعلا بدأ يشتغل معايا، وكان شاطر جدا في الشغل، وكان بيساعدني في كل حاجة، وكان بيهتم بالمحل زي ما يكون محله هو. وده خلاني أثق فيه جدا، واعتمد عليه في حاجات كتير. وكنت بسيبه لوحده في المحل أحيانا، وامشي اقضي مصالحي وهو يقعد يبيع ويحاسب الزباين. وكان أمين جدا، وما كنتش بلاقي أي فلوس ناقصة أبدا. وكان كمان بيجيب زباين جداد للمحل من معارفه وصحابه، وده خلى المبيعات تزيد والشغل يبقى أحسن. في الأسبوع الأول من شغله معايا كنت بلاحظ إنه شاب خجول شوية وما بيتكلمش كتير، وبس بيرد على الكلام اللي أنا بقوله، بس ما كانش بيبدأ هو الكلام. فحاولت إني أخليه يرتاح معايا أكتر، وبدأت أتكلم معاه في مواضيع عامة وعن الشغل وعن حياته وعن دراسته وكده. ومع الوقت بدأ يرتاح معايا ويتكلم أكتر، وبقينا نتكلم في كل حاجة تقريبا. مع الوقت بقينا قريبين من بعض جدا، وبقيت بحكيله عن حياتي وعن طلاقي وأنا إزاي كنت تعبانة، وهو كان بيسمعني باهتمام، وكان بيحاول يطمني ويقولي كلام حلو يخليني أحس إني أحسن. وكان بيقولي أنتي ست قوية ومحترمة وعملتي حاجة كبيرة لما فتحتي المحل ده، واللي ساب واحدة زيك يبقى غبي وما يستهلكيش. وكلامه ده كان بيفرحني جدا ويخليني أحس إني فعلا عندي قيمة. وهو كمان كان بيحكيلي عن حياته وعن مشاكله، وعن والدته المريضة اللي محتاجة علاج غالي وهو مش لاقي فلوس كفاية، وعن إخواته الصغيرين اللي محتاجين حاجات كتير وهو بيحاول يوفرها لهم. وكان بيحكيلي إزاي هو تعبان وحاسس بالمسؤولية الكبيرة اللي على كتفه، وإنه محتاج يشتغل أكتر عشان يقدر يساعد أهله. فكنت بحس إني فاهماه وهو كمان فاهمني، وبقينا زي الأصحاب مع بعض. وكنت بلاقي نفسي مستنياه كل يوم وبفرح لما أشوفه، وبقيت بهتم بشكلي ولبسي أكتر من الأول عشان أطلع قدامه حلو ومرتبة. وطبعا أنا الحمد لله شكلي كويس، وجسمي زي ما تقولوا كده ممتلئ في الأماكن الصح،
واللي يشوفني ما يقولش إني عندي 40 سنة خالص، يمكن يقول عندي 28 أو 30 سنة كده. وكنت بعمل رياضة في البيت وباكل أكل صحي عشان أحافظ على شكلي وجسمي. كنت بلاحظ كمان إن كريم بقى بيبصلي بطريقة مختلفة، مش زي الأول. يعني كان بيبصلي كده بنظرات فيها إعجاب، وكان لما أتكلم معاه يركز في عينيا ويبتسم لابتسامة حلوة، وكان لما أحكيله حاجة يضحك على كلامي حتى لو مش شيء مضحك قوي. وكان دايما يمدحني ويقولي انتي شكلك حلو النهاردة، أو اللبس ده يجنن عليكي. وكلامه ده كان بيخليني أفرح جدا، وبقيت بحس إن في حاجة بتحصل بينا، حاجة أكبر من مجرد علاقة صاحبة محل وموظف. في يوم من الأيام كنا قاعدين في المحل، وكان الوقت متأخر شوية، وكنا بنجرد البضاعة ونحسب الفلوس اللي دخلت النهاردة. وكان الجو برد شوية، وأنا كنت لابسة بلوزة كده ضيقة شوية، وكنت حاسة إن كريم بيبصلي بص مختلف عن كل يوم. يعني كان بيبصلي كده بشكل يخليني أحس إنه مش بيشوفني كصاحبة المحل بس، لأ، ده كان بيشوفني كست. وده خلاني أتوتر شوية، بس في نفس الوقت حسيت بفرحة جوايا لأن عرفت إنه ممكن يكون معجب بيا، أو على الأقل بيشوفني حلوة. وكنت بحس إن في كهرباء بينا، وإن في توتر جنسي موجود، وكنت خايفة أعمل أي حركة عشان ما يفهمنيش غلط. بس في نفس الوقت كنت عايزاه يفهمني ويعرف إني أنا كمان حاسة بنفس الإحساس. قلت له انت تعبان ولا حاجة؟ ليه ساكت كده؟ فقال لي لا أنا كويس، بس بفكر في حاجة. قلت له في ايه تفكر؟ ممكن تقولي يمكن أقدر أساعدك. فتردد شوية وبعدين قال لي انت عارفة يا ليلى، انت ست محترمة جدا وأنا بحترمك جدا، بس أنا عايزة أقولك حاجة ومش عارف أقولها ازاي، وخايف تزعلي مني أو تطردني من الشغل. قلت له قول براحتك، أنا صاحبتك وأكيد مش هزعل منك ومش هطردك مهما كان اللي هتقوله. فخد نفس عميق وقال لي أنا بصراحة من أول يوم شفتك فيه حسيت إنك ست مختلفة وست جميلة جدا، ومع الوقت بقيت بحس ناحيتك بإحساس مش عارف أوصفه. يعني أنا بقيت بحبك ومش عارف أخبي الإحساس ده. وكل يوم لما باجي الشغل باجي عشان أشوفك، وكل يوم لما بمشي من الشغل ببقى مستني اليوم اللي بعده عشان أشوفك تاني. وأنا عارف إن الكلام ده ممكن يكون غلط، وإن في فرق بينا في السن وفي كل حاجة، بس أنا مش قادر أسكت أكتر من كده. أنا أول لما سمعت الكلام ده اتصدمت شوية، لأني ما كنتش متوقعة إنه هيقولي كده. بس في نفس الوقت كنت فرحانة جدا جدا، لأني كنت أنا كمان حاسة بنفس الإحساس تجاهه. بس كنت خايفة أقول أو أعمل أي حاجة لأن أكبر منه بحوالي 13 سنة، وكنت خايفة يكون بيضحك عالية أو عايز حاجة تانية مني زي الفلوس مثلا، أو عايز يستغلني بأي شكل. فحاولت أتماسك وأقول كلام عقلاني، فقلت له أنت عارف إني أكبر منك بكتير وأنا مطلقة كمان، يعني أنا مش بنت صغيرة، أنت لسه شاب صغير وعندك مستقبل قدامك، ولازم تدور على بنت في سنك وتتجوزها وتعيش حياة طبيعية وتعمل عيلة وتبقى مبسوط، مش تضيع وقتك مع واحدة زي. فقال لي أنا مش بهتم بالسن ولا بأي حاجة، أنا بهتم بإحساسي، وأنا حاسس إنك أنت اللي أنا عايزها في حياتي، وأنا مش شايف حد غيرك ومش عايز حد غيرك، انتي اللي بفكر فيها قبل ما انام، وانتي أول حاجة بفكر فيها لما بصحى من النوم. الكلام ده خلاني أذوب